نحن نتصور أن المنافق يعلم أنه منافق، أو نعتقد بأن النفاق هو قرار يتخذه المرء: حسنا، من اليوم وصاعدا سأظهر الإسلام وأبطن العداء له. أو مثلا النفاق في مخيلتنا هو مؤامرة كبرى يتم التخطيط لها بشكل معقد. ليس بالضرورة أن يكون كذلك. النفاق قد يقع في القلب بأمور نحسبها سهلة. تأخير الصلاة لآخر وقتها بغير عذر جعله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة منافق، برغم أنه أخر العصر لآخر وقتها وهو وقت ميل الشمس للغروب. فكيف بمن يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاتها؟ أليس ذلك أمارة قوية على أن ثمة نفاقا خفيا في القلب قياسا على الحديث؟ كيف نأمن حين نؤخر الصلاة عن وقتها أو نقوم بها كأنها عبء ثقيل ألا تتحول هذه العادة إلى نفاق يفسد ديننا؟ كيف يطمئن من يعلم حرمة الغيبة والنميمة والكذب ومع ذلك يطلق لسانه بحجة المزاح أو التخفيف ألا يصبح ذلك مدخلا لشعب النفاق؟ وأقوام يعلمون عظمة الحياء في الإسلام ثم يفتحون أبواب المجاهرة بالمعاصي أو يتهاونون في حدود الله بين الجنسين، كيف يأمنون ألا يعقبهم ذلك قسوة في القلب ونفاقا؟ ما الذي يؤمننا حين نقصر في طاعة علمنا عظمة شأنها عند الله، أو نتهاون في معصية حذرنا الله منها ألا يعقبنا ذلك نفاقا في قلوبنا؟ كيف يأمن الإنسان وهو يخطئ مرارا وتكرارا ألا تتحول هذه الأخطاء الصغيرة في عينه إلى ظلمات عظيمة في قلبه؟ كيف يأمن ألا يصبح من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم؟